انت عارف ان تكنيك التمرين وطريقه ادائك للتمرين سواء كان تمرين علاجي خاص بالعلاج الطبيعي او تمرين رياضي في الجيم وغيره اهم من التمرين نفسه؟ انا جاي اقول لك النهارده ان العلاج الطبيعي والتمارين فن مش عن يلا بينا نعرف ليه. الأربعون الرياضية إنتاج ماسل كلينيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ معاكم دكتور حازم طارق، اهلا بيكم في الأربعون الرياضيه نسخه ماسل كلينيك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. اتقانك للعمل عباده، وانت بتعمل شغلك وبتعمل اي حاجه بتعملها باتقان انت بتتعبد لربنا بذلك. انت عارف ان تقريبا 60% من اصابات الجيم سببها ان انت بتعمل تمرين بشكل خاطئ؟ طب انت عارف ان كتير جدا من المرضى، مش هقدر اقول لك احصائيه معينه، بيجوا لي العياده وكانوا بيعملوا علاج طبيعي في اماكن اخرى. العلاج الطبيعي بيتعمل ممتاز، لكن طريقه ادائهم للتمرين بشكل مش كويس بيخلوهم ما يستفيدوش بالتمرين استفاده قصوى، وبالتالي ما بيستفيدوش بنسبه العلاج الطبيعي كما يجب. كتير جدا من المرضى يقولوا لي: يا دكتور اكتب لنا على خطه العلاج. بيجوا لي في الكشف مثلا من محافظات اخرى او حتى من بلدان اخرى، يقول لي اكتب لي خطه العلاج وانا همشي عليها. انا بكتب له خطه العلاج وبقول له تطبيق الخطه اهم من الخطه نفسها. عشان كده حتى اللي بيجي لنا من اماكن بعيده انا بقعده معايا يوم او يومين، بعمل له جلستين 3 اعلمه فيها على الاقل التمرينات اللي هو محتاج يعملها. ده جزء بسيط من العلاج مش كل العلاج، ولكن على الاقل لما يعمل التمرين يعرف يعملها بتكنيك واداء صحيح. لان انا بعد خبره مثلا 8 سنين في التمارين، انا مدرب شخص معتمد بجانب ان انا دكتور علاج طبيعي، وبقالي سنوات طويله عايش مع المرضى في المعمل بتاعي، اقصد العياده بتاعتي، واحنا شغالين في التمارين. انا شفت كتير جدا من الناس وان كنت بشرح لهم التمرين في فيديو بيشوفوه على النت وقايل فيه كل المعلومات الخاصه باداء التمرين، تشوف تطبيق التمرين ما تلاقوش كما يجب بنسبه 100%. فحاول ان انت تتقن عملك، تمارينك في الجيم تتقنها بشكل كويس عشان تتجنب الاصابات. احرص ان انت تروح مكان علاج طبيعي وتاهيل لو انت عندك اصابه بيعمل تمرينات بشكل متقن، لان التمرينات هي من اعلى الحاجات في الدليل البحثي اللي بتفيد في علاج الاصابات. فلما تعملها بتكنيك كويس انت بتستفيد جدا جدا من رحلتك العلاجيه التاهيليه. من اهميه ده احنا في مصر كلينيك مثلا عملنا جلسه اسمها جلسه تعليميه للرياضيين. بناخد فيها الرياضي بقى بنقول له مش مستنيين ان انت تتصاب عشان تبدا تجي لنا، لا، بيجي لنا الشخص الرياضي نبدا نعمل له تحليل حركي كامل عشان نعرف هل عنده مشاكل اثناء عمل التمرينات المختلفه ولا لا، ولو في مشاكل ممكن نعالجها ازاي من دلوقتي قبل ما لا قدر الله نتعرض لاصابه. وده ياخدنا لنقطه الحديث الكامل، حديث مصعب اللي بيمتد في سنده للسيده عائشه رضي الله عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. اخرجه ابو يعلى والطبراني وصححه الالباني. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش اللايك الجميل ونشير الفيديو ده عشان نفيد بيه اكبر قدر ممكن من الناس. اتقن عملك، الاهم من الشغل ضبط الشغل. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.